السلام عليكم. النهاردة هنشرح آه رابع نوع من أنواع البيلدر، وهو الفانكشنال بيلدر. تمام. آخر مرة لما احنا اتكلمنا والمرة اللي قبلها، كل المرات دي كان فيها تعديلات في البيلدر بشكل عام، زي مثلا إن أنا بضيف فانكشن زيادة، أو إن أنا بعدل في الكلاس مثلا، أو بعدل في الانترفيس، الكلام ده كله. فاحنا عايزين نعمل طريقة حاليا تكون الطريقة دي آه الشاملة في الموضوع كله. تمام. فبحيث ان هي تكون دايناميك وفي نفس الوقت تلتزم بالمبادئ بتاعت السوليد. تمام. فخلينا مثلا نبدأ هنا بأول حاجة. آه هنعمل بعد كده النيمستريس بتاعتنا functional builder. تمام. ونبدأ نعمل بروجرام. ماشي، خلينا نمشي معاه. اول حاجه عندي وانا عمل كلاس اسمه بيرسون. تمام. في النيم والايج والادرس. تمام. وبعد كده في الكلاس بتاع البيرسون بيلدر هو كده اشتغل بنظريا اسوأ نوع من انواع البيلدر. تمام. بحيث ان هو كتب عمل 3 كلاسز، كل كلاس اسمه ده، قصدي عمل 3 فانكشن جوه نفس الكلاس. فبعد كده انا لو عايز فانكشن رابعه يبقى انا هحطه في نفس الكلاس، فده اللي بوظ الدنيا كلها. احنا المرة اللي فاتت لما اشتغلنا كنا عاملين فكرة. اول حاجة خالص عملنا ان الكلاسات تورث من بعض. تمام. بحيث واشتغلنا ساعتها بسيلف علشان خاطر نخلي الترتيب بتاع الكلاسات ما يفرقش. تمام. بعد كده رحنا عملنا الستيب وايز، بحيث ان احنا عايزين الترتيب يفرق في في البيلدر. تمام. احنا النهارده نيجي نتكلم بقى عن الجديد بتاع ازاي انا البيلدر بتاعي يكون يعني جينيريك، اي فانكشن تضاف لي بشكل منفصل تماما عن باقي الفانكشنز. تمام. طيب خلينا في اول طريقه، وهي ان انا اشيل كل ده. تمام. طيب اول حاجه طبعا احنا نعملها ان انا هعمل abstract class. تمام. في حاجه برضه اسمها sealed class احنا ممكن نعملها، بس sealed class عكس الابستراكت كلاس. sealed class تمنع الكلاسات التانية من هي تورث منه. تمام. ما علينا، يعني خلينا في abstract class. تمام. طيب بعد ما عملنا احنا الابستراكت كلاس بتاعنا، المفروض دلوقتي ان انا هبدا احط فيه private. تمام. function او list من الفانكشن. تمام. يعني انا هعمل ليست من الاكشنز، لا اخليها ليست من الفانكشن، ليست فانك. تمام. وبتاخد نوعين. النوع الاول اللي هو الحاجه اللي هي هترجع لها اسمه ده، الحاجه اللي هي هتستقبلها، وهنا الحاجه اللي هي ترجعها. او اسمه ده، سوري، العكس، دي هنا الحاجه اللي هي هترجعها، وهنا الحاجه اللي هتستقبلها. تمام كده. طيب فاحنا كده دلوقتي خلاص عملنا الفانكشنز بتاعتنا. فالمفروض دلوقتي ان انا اعمل الفانكشن اللي هي بتاعت الاد، ان انا اضيف فانكشن جديده. فهنقول مثلا هنا هنعمل public person. ماشي، احنا ممكن نعملها هنا، ممكن نغيرها كمان، نخليها بدل ما هي person builder بالمنظر ده، لا نخليها كمان ان هي بتاخد نوعين، t subject مثلا، وفاصلة t builder سميها، او t func خليها. تمام. t functional builder، بحيث ان التي سبجكت ده في العاده هيكون بيرسون. تمام. والفانكشنال بيلدر في العادي ان هو هيكون نوع معين من الفانكشنز. تمام كده. طيب فبعد كده باجي هنا في الريتيرن بتاعي بغيره ان هو هيبقى الفانكشنال بيلدر. بس طبعا انا هشيل كل الكلام ده، ودي برضو معاهم. هنشيل دي وهنشيل دي. تمام. طيب اول حاجه هنا ان انا هقول دلوقتي ان انا هعمل البابليك الفانكشن بتاعتي مثلا هترجع التي فانكشنال بيلدر. تمام. هسميها مثلا دي اد سوري، هسميها مثلا اد اكشن. تمام كده. هي بتاخد الاكشن بتاعي. تمام.
بتضيفه ازاي؟ المفروض ان هي بتضيفه بالطريقه الاتيه، ان انا مثلا هقول والله عندي بي اللي هو مثلا person for example، تمام. هبعت لها البي دي، هنده على الفانكشن اللي هي بتاعت اكشن، هبعت لها البي، وبعد كده هعمل ريتيرن للبي، تمام. او هي تلقائي هتعمل ريتيرن للبي لان هي بالفعل اكشن منهم يعني، تمام كده. فهي دي كل الفكره حاليا بتاعت الاد، ان انا ضفت الفانكشن، تمام. طيب وبعد كده رحت ايه، عملت اي فانكشنال بيلدر بحيث ان انا ارجع له نسخه من البيلدر اللي انا واقف فيه حاليا، تمام كده. يعني نمسح الزيادات دي. طيب نعمل بقى الكلاس اللي هو الاساسي بقى بتاعي. احنا هنا عملنا فانكشن البيلد، عملنا فانكشن الاد اكشن، تمام. هنقول والله ان انا عندي البيرسون بيلدر هيبقى عباره عن بيرسون وعباره عن بيرسون بيلدر. ممكن مثلا نعمل هنا الكونستراكتور بتاعي ان هو يعمل نيو من الاتنين او حاجه زي كده. يعني مثلا هنا public بيرسون بيلدر، تمام. ان هو مثلا يعمل نيو من الاتنين. ماشي مش ازمه، نخليه مش لازم، مش مهم قوي يعني البيرسون بيلدر حاليا، بس ايه خليه كده بشكل مؤقت، بحيث ان انا اقول مثلا هنا with name، ودي تكفيني مثلا ان انا اقول في الفانكشن دي بيرسون مثلا هنا بيلدر وخلاص، مثلا احط فيه حاجه واحده بس بيرسون نيم بيلدر مثلا، تمام. وهنا بيرسون نيم بيلدر، تمام. وهنا بيرسون نيم بيلدر، وهشيل دي، تمام كده. واعمل الكلاس الجديد اللي هو مثلا public age builder هيورث من person builder، تمام. مش لازم حتى ابعت له التفاصيل دي عشان انا هبعت البيرسون نيم builder، تمام كده. طيب هنا add action، هنا البيرسون age builder عشان خاطر الكاستنج بس يبقى مظبوط، تمام. ونفس الحال بعد كده في الفانكشن الاخيره، بس ما علينا حاليا، خلينا نعمل البروجرام بتاعي. هقول public class program، وانا عامل بروجرام، عامل بروجرام سوري، تمام. ممكن نيجي هنا بقى في البروجرام ده، احنا طبعا عشان بيرسون بيلدر ده من نوع ابستراكت، تمام. فاحنا هنعمل مثلا من بيرسون نيم بيلدر، تمام، with name كذا. وهنا بعد كده المفروض الاد اكشن هنبعت لها الفانكشن، والريتيرن تايب بتاعي هو البي، كلام سليم. بس طبعا عشان هنا هي بترجع الكاست، فاحنا مش عايزين ثواني. دوت اد اكشن، هي كده رجعت ايه هنا person name builder، ال t functional builder، رجعت t functional builder. لا هي مش return دي، هي هتعمل add action تمام، لكن return لthis، تمام. وهنا نفس الكلام، هتعمل ده بس هترجع this، كده تبقى مظبوطة. شيل دي، انا مش عايز كاستنج هنا، تمام. dot with name، هنا طبعا هنعملها بالاخير person age builder، تمام. دوت نيم دوت كده اضطريت اعملها بالاخير فالاول، يعني ماشي خليها تاني with name، تمام، بحيث ان هي تبقى مظبوطة، واخيرا هتبقى البيلدز عشان خاطر تبقى مظبوطة. طبعا حكم بالترتيب طبعا عشان اتكلمنا في حتة السيلف ومش السيلف وبتاع الكلام ده كله،
وازاي الاوبجكت بيورث من الاب والاب بيشوف الابن وبتاع والكلام ده كله. فايه فبس علشان ده حاليا هو انا دلوقتي لو عايز اضيف مثلا حاجه جديده، فانا هاجي هنا هقول له والله بابليك الادرس ده هيورث من سوري ده هيورث من البيرسون ايج بيلدر. تمام، وهيرجع الفانكشن طبيعي جدا. وهاجي هنا هقول له والله person dot age builder dot address، هنا مش دوت person address builder dot with address كذا. تمام، وبعد كده الايج بتاعي والنيم وهكذا. تمام، احنا المفروض حتى نخلي الفانكشن هي بتاعت اد اكشن دي يعني اللي هي مقفولة على الكلاس ده، فاحنا ممكن نخلي الكلاس ده static. static مش هينفع. ماشي، خليه static زي ما كان. ثواني كده اجرب حاجة. equal new person. احنا مش شرط ان هو يبقى شرط يبقى هنا person، خليه new بشكل عام. وممكن هنا كمان نخليه new بشكل عام برضو. لا هنا محتاج ان يكون. طب لو شلت الكاستنج من هنا، لا هو محتاج كده ايه نيو عشان خاطر يتأكد بس ان ايه الدنيا سليمة يعني. طبعا عامة يعني هو الفكرة بتاعت الترتيب وبتاع الكلام ده كله ماشي. بس هي في النهاية انا كده خلاص انا قادر اضيف فانكشن تمام من اي مكان، والفانكشن دي هتضاف تلقائي البيلدر بتاعي وهتشتغل بيه. تمام، طبعا في كذا حاجة تاني يعني. ثواني هجيب لكم كود تاني. طيب بصوا هنا، دي طريقة تاني ولكن بحاجة اسمها sealed class، اللي هو فكرة ان انا مفيش حاجة تورث مني. تمام، ان انا برضه هعمل نفس الكلام، ان انا هكتب الاكشن بتاعي ان هي list of action مش list of function، الاتنين الاختلاف بينهم طفيف جدا يعني. تمام، وهعمل حاجة اسمها called دي علشان خاطر تخزن النيم فور اكزامبل مثلا. وبعد كده دي الفانكشن بتاعت البيلد بتاعتي. تمام كده. هنا مثلا انا عايز الاكستنشن بتاع البيلدر ده، هعمل مثلا اكستنشن، فانا هقول والله ادي البيرسون بيلدر اللي هو ده. تمام، هضيف عليه الوركس از كذا ماشي، وهقول والله ان دي هتاخد البيلدر وهتاخد البوزيشن، وهتقول مثلا ان كذا بيساوي كذا وخلصنا. تمام، تيجي هنا دي هتقول والله بيرسون بيلدر، وبعد كده البيرسون بيلدر ايه بقى فيه الاثنين فانكشن دول، بقى فيه اللي هي بتاعه كولد وفي بتاعه وركز از كذا. تمام، لان هي انا ضفت هنا في الاكشن ورجعت البيلدر. تمام، فالبيلدر دلوقتي هي اللي فيها الفانكشن دي كلها. ف عملتها يعني ان انا اعمل بيلد يعني تاني من الاول. تمام، انا اول حاجه عندي ماشي ادي البيرسون بتاعي عادي جدا في النيم وفي البوزيشن. تمام، عندي كلاس اسمه من نوع سيلد. فكره سيلد ان انا الكلاس ده ما يتورثش منه. تمام، ما يتورثش منه. حلو. طيب اول حاجه رحت عملت نفس الفكره list of action. تمام، الاكشن ده المفروض هيعمل ريتيرن للبيرسون. تمام كده. طيب يعني كل اكشن منهم بيعمل ريتيرن للبيرسون. تمام كده. طيب بعد كده رحت عملت البيرسون بيلدر، عملت فيه عملت البيرسون بيلدر، عملت فانكشن فيها اسمها كول بترجع البيرسون بيلدر. عشان كده هو عامل هنا this وعامل نفس الفكره اكشن دوت اد. حتى احنا ممكن نشيل القوس ده ونشيل دي ونشيل دي. تمام كده. بس بعد كده رحت انا بقول له ايه ادي دي الفانكشن بتاعت البيلد هتبقى موجوده جوه الايه البيرسون بيلدر. تمام. طيب بعد كده جيت هنا في البيلدر اكستنشن اللي هو ده بقى الكلاس اللي انا هشتغل بيه في ارض الواقع. تمام، قلت له والله ان انت هتعمل هنا فانكشن اسمها وركز از كذا. تمام، بتستقبل البيلدر وبتستقبل البوزيشن، وهتضيف على البيلدر الاكشن اللي هو اسمه كذا، وهتعمل ريتيرن للبيلدر. تمام،
فنيجي هنا في الفانكشن دي هتلاقي ان هي فيها الكولد، ادي الفانكشن دي، وفيها البيلد، وكمان فيها يعني انواع تاني من من الفانكشن. تمام، يعني انا ممكن اكتب هنا اي اسم فانكشن تاني. ليه؟ لان هو هنا باختصار ما يعرفش ايه الحاجه اللي جواه. يعني انا مثلا لو كتبت هنا كولد، انا ما عنديش حاجه بالفعل اسمها كولد. تمام، لا هي البيلد، لا سوري معلش، هي البيلد هي اللي بترجع بيرسون، صح، البيلد هي اللي بترجع بيرسون. هنا هتلاقي كل الفانكشن اللي هي الموجوده، البيلد والكولد وبتاع الكلام ده كله، والوركز از كذا، وكل الكلام ده. تمام، فهو في النهايه ضاف الفانكشن دي، ما عملش اي حاجه تاني. تمام. طب انا لو جيت هنا ورحت عملت رن، هلاقي البرنامج رن عادي، بس تقريبا عشان انا شغال بالاتنين دول فلازم نفصل واحده منهم. انا مش عارف لو عملت رن دلوقتي ايه اللي هيحصل. هو عنده 2 مين حاليا، كده يعمل ايرور. مجربتهاش ان يكون عندي 2 مين في نفس بالظبط، لازم واحده منهم تتشال. طب خلينا مثلا نجرب اللي تحت، نيجي نشيل اللي فوق دي مؤقتا. هي اللي تحت تقريبا ما بتعملش اي ريتيرن، ما بتعملش اي ريتيرن، صح كده. طب خلينا نعمل هنا override let string. من الأول، طيب عشان خاطر أنا عايز الأوتو كومبليت صراحة يكتبها public override string to string وهكذا. تمام، بعد كده هكتب هنا right line person. تمام، هلاقي ادي اتكتب ده اسم مؤلف كتاب بتاع زين باترن. تمام، اسمه ديمتري، وهو اللي كتب الكود ده. طبعا الكود ده ادفانس جدا يعني، فاحنا حاولنا نبسطه بالطريقه اللي فوق دي. تمام، فالطريقه اللي فوق تشتغل بنفس الفكره اللي تحت. يعني احنا هنا لو خدنا الجزء ده وعملنا له كومنت، وجينا للجزء اللي فوق ده، تمام، وعملنا له ان كومنت وعملنا رن، الاتنين شغالين بنفس الطريقه. تمام، ولكن كل واحد فيهم كتب الكود بطريقه معينه. تمام، بس هي دي كل الفكره يعني بتاعت الموضوع. اتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا، السلام عليكم.